رمضان قرب. هل انتي جاهزة تستغلي كل لحظة فيه؟ النهاردة هعرفك ازاي تحضري رمضان صح من أول النية لحد آخر حاجة في الدعاء، بحيث كل وقتك يكون مفيد وتخرجي من رمضان راضية عن نفسك وعن عبادتك. أول حاجة، النية الصادقة. حددي نيتك إن الصيام ده طاعة لله، مش مجرد عادة سنوية بتعمليها. أنا كل سنة بصوم، لأ، استشعري إن انتي بتقيمي حاجة من أركان الإسلام ربنا أمرنا بيها. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تاني حاجة، تنظيم الوقت ووضع الأهداف. حددي أهداف واضحة ومحددة، عبادة، عمل، صحة، دول هيكونوا أهدافي في شهر رمضان. هغير في صحتي ازاي، عايزة أطور في عبادتي ازاي، في وشغلك بقى سواء كان عمل أو جامعة أو مدرسة. رتبي يومك حسب الأهداف دي وما تخليش الوقت يضيع. العبادات، انتي بتصومي بس الصيام مش امتناع عن الأكل والشرب بس. أهم حاجة ان انتي تصومي عن أي ذنب، سواء كان الذنب ده في لسانك، في نظراتك، في مضيعة وقتك على السوشيال ميديا أو متابعة مسلسلات. أول حاجة الصلاة. الصلاة صليها في وقتها، التزمي بالنوافل والأذكار اللي بعد الصلاة والأذكار اللي بتتقال خلال الصلاة. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قيل بلى يا رسول الله، قال الصلاة على وقتها. تاني حاجة، قراءة القرآن. قسمي يومك على القراءة على حسب ما انتي تحبي، عايزة تختمي كام مرة. وفي دلوقتي جدول على السوشيال ميديا هحطه دلوقتي إن شاء الله في الفيديو بحيث يساعدكم. الدعاء 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 الدعاء. حضري لستة دعوات واثبتي عليها، اكتبي كل اللي نفسك فيه. انتي بتطلبي من ربنا الكريم، الكريم مالك السماوات والأرض. يعني ما تقوليش هو أنا هيجيلي ده، يعني هو أنا استاهل ده، لأ، انتي بتطلبي من مالك خزائن السماوات والأرض. اطلبي واطمعي في ربنا، انتي بتطلبي من الكريم، فتأكدي إن دعوتك هتستجاب بإذن الله بما فيها الخير ليكي. اثبتي على لستة الدعوات، سواء كانت دعوات لنفسك بحاجات دنيوية: يا رب أنا نفسي في كذا، أنا عايزة يجيلي كذا، أنا عاوزة أوصل لكذا. دعوات لنفسك، نفسك انتي، اللي هو: يا رب نقي قلبي، يا رب لا تجعل في قلبي غل للذين آمنوا. ادعي بروحك، بتنقية روحك وتزكيتها. ادعي لحبايبك: يا رب بارك في عمر أبويا وأمي، ارحمهم يا رب لو كانوا متوفيين، احفظ ولادي يا رب، احفظ زوجي، وسع رزقنا. ادعي لكل حبايبك. طبعا دعاء الآخرة، ادعي بمغفرة الذنب، بالرحمة، بالعتق من النيران. ادعي ان ربنا يرضى عنك. دي دعوتك طول حياتك، مش في رمضان بس: يا رب ارضى عني، يا رب ارضى عني. وكمان بقى استغلوا أوقات المستجابة فيها الدعوة، زي بين الأذان والإقامة، وقت الفجر، قبل أذان المغرب. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. الأذكار، استغلي وقتك الفاضي في المواصلات، في المطبخ، وانتي طالعة السلم، وانتي نازلة، وانتي رايحة أي مكان تشتري أي حاجة. لسانك دايما عامر بذكر ربنا. دلوقتي في الخاتم الإلكتروني الرقمي، اشتريه وهادي بيه واحدة صاحبتك، اشتريه واديه لأي بنوتة ماشية في الشارع.
قولي لها أنا هديكي ده، يمكن ده يشجعها فتبقى حسنات ليكي وليها، ويمكن تشجعيها إن هي كمان تعمل ده مع واحدة تانية ما تعرفهاش، فيبقى كل ده في ميزان حسناتك انت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. حفظ القرآن. هقول لكم على طريقة سهلة جدا لحفظ القرآن ومجربة. أكيد كل حد فينا ليه يعني قلبه بيروح لصورة معينة في القرآن. اختاري الصورة اللي انت عاوزة تحفظيها وانوي انك تحفظيها في رمضان، وهقولك ازاي الطريقة. في تلاوة اسمها تلاوة حضر، دي تلاوة سريعة بتكون لمراجعة حفظ القراء. يعني الناس اللي هي حافظة القرآن لما بتيجي تراجعه هي اوريدي حافظاه، فبتكون التلاوة سريعة بحيث ان مخها يتذكر. احنا هنعمل ايه؟ طب احنا مش حافظين السورة خالص، هنعمل على يوتيوب، هنجيب الفيديو ونعمل له داونلود. بقت الفيديو دلوقتي عندنا على التليفون ونقدر نشغله اوفلاين. هناخد الفيديو، هنشغله من اول ما نصحى، من اول ما تفتحي عينك. انت مش هتفتحي التليفون على فيسبوك ولا انستجرام ولا مين عمل ايه، لا، انت هتفتحي على يوتيوب وانت قافله النت عشان ما تجيلكيش اي اشعارات او اي حاجه تلهيكي. هتفتحي على يوتيوب في الداونلود، هتشغلي التلاوه. فوق في علامه الترس اللي هي شبه السيتنجز، هتدوسي عليها. في تحت لوب فيديو، سهمين كده، انا مش عارفه بالعربي معناها ايه، بس بتدوسي عليها. دي معناها ايه؟ ان الفيديو لما يخلص هيعيد تشغيله تاني من غير ما انتي تدوسي عليه ومن غير ما يجيبلك فيديوهات تانية. طيب الصور بتكون قصيرة، يعني مثلا ممكن صورة مريم مثلا 9 دقايق، فانتي اصلا عقبال ما بتفتحي عينك من على السرير وتفكري تقومي من على السرير وتلبسي مثلا عشان تروحي الجامعة و... وتحضري وتقفي قدام المراية، في كام 9 دقايق بيروحوا منك. ممكن تقعدي مثلا نص ساعة، النص ساعة دي انتي التليفون شغال جنبك، الصورة اشتغلت 3 مرات على ودنك، فدماغك بتحفظ الآيات بشكل غير واعي. انتي كل ده ما مسكتيش المصحف، قريتي، ما عملتيش اي حاجة، انتي مجرد بتسمعي. ان شاء الله دلوقتي انتي نازلة بقى من البيت او انتي هتقفي في المطبخ تعملي اكل، الصورة شغالة، سمعتيها بقى في اليوم، في الأوقات اللي هي انتي مش مفيش حاجة مهمة بتعمليها، هتلاقي نفسك سمعتيها في اليوم مثلا ما لا يقل عن 10 مرات. في أوقات كده ضايعة وانتي طالعة السلم وانتي نازلة وانتي رايحة مشوار وانتي واقفة ويتنج في مكان. هنقعد كده 3 أيام، انتي كل ده بتسمعي بتسمعي بتسمعي. اليوم الرابع هنبتدي نحفظ وجه. أول ما تحفظي وجه هتلاقي نفسك سهل جدا ان انتي، لان انتي حفظتيه بشكل غير واعي. تاني يوم هنحفظ الوجه التاني وهنراجع على الأولاني، وهكذا لحد ما الصورة تخلص. لو اتبعنا ده إن شاء الله بإذن الله قبل رمضان ما يخلص هتبقي حافظة الصورة اللي انتي نويتي انك تحفظيها. في باشمهندس اسمه علاء حامد، داعية، أنا لسه واحدة زميلة ربنا يكرمها يعني بعتتهولي، وفعلا أنا استفدت منه جدا، وعامل channel على تليجرام أكثر من رائعة. فأنا هاسيب لكم اللينك في الوصف إن شاء الله، ادخلوا عليه شوفوا التفسير، الأحاديث تحفة. يعني أنا مهما اتكلمت مش هوفيه حقه بصراحة. آه يعني أنا أتمنى إن كلكم تدخلوا على القناة بتاعته على التليجرام، هتستفيدوا جدا جدا، وبيعمل سلاسل مهمة جدا. سادس حاجة تعملوها، أنا مش عايزة أطول عليكم في الفيديو، إدارة السوشيال ميديا. ابعدي عن المسلسلات، تقدري تتفرجي عليها أي وقت خلال السنة. ولو انت خلاص مش قادرة ولازم تتابعي المسلسل، مسلسل واحد، ويبقى مثلا هو وقت الفطار، يعني انت بتاكلي بتتفرجي عليه من غير إعلانات مثلا نص ساعة، خلاص شكرا.
تقدري ع تقدري تتابعيه بعد كده، لكن أنتِ حاليًا رمضان وقت عبادة وتركيز وبس، هدفنا نخرج من رمضان راضيين عن أدائنا. سابع حاجة شكر النِّعَم، قبل النوم احمدي ربنا على كل نعمة، على الحركة، على المَيّة، على الصحة، على قدرتِك إن أنتِ تعبدي ربنا، وخلّي ليكِ وِرد ذِكر خاص، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله دي كانت وصية سيدنا إبراهيم، خلّيها في لسانِك دايمًا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قلبِك هيقوى وعقلِك هيثبت. استعدي رمضان صح، بالنية، بتنظيم وقتِك، بالعبادة، بالقرآن، والدعاء والأذكار، كل يوم محسوب وكل لحظة ليها أجر. تابعي مصادر مفيدة زي سلسلة المهندس علاء حامد عشان تسهّلي حفظ القرآن وتثبّتي المعرفة، هاسيب لكم الرابط في الوصف. خلّي رمضان السنة دي مختلف، واعملي كل حاجة بنية صافية لله، وشاركينا في التعليقات أهدافِك في رمضان، وابدئي دلوقتي. تقبّل الله منا ومنكم صالح الأعمال، كل سنة وأنتم طيبين، ما تنسوش تبعتوا الفيديو ده لكل البنات وكل صحابكم، إن شاء الله بإذن الله يستفادوا.